يبقى عبد الله السعيد واحد من اساطير الكرة المصرية، احد اهم اللاعبين اللي جم في تاريخ مصر في كرة القدم، ويبقى علامة فارقة في تاريخ كرة القدم المصرية. بتسجيله هدف في مرمى الزمالك امبارح في الدوري المصري، اصبح عبد الله السعيد يمتلك 123 هدف في الدوري المصري، وينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري. يفصله 4 أهداف ويتساوى مع السيد الدزوي اللي عنده 127 هدف عشان ينفرد عبد الله السعيد بالمركز الثالث، واعتقد كلها مسألة وقت. عبد الله السعيد اكتر لاعب في تاريخ الدوري المصري تسجيلا للاهداف من ركلات ثابته او فاولات ب 17 فاول، رقم كبير جدا لعبد الله السعيد. النسخه الاجمل والنسخه الامتع لعبد الله كانت مع الاسماعيلي، كان لعيب ممتع جدا. لعب مع الاسماعيلي 152 لقاء، 35 هدف و18 اسيست. ثم النقلة الأهم في تاريخ عبد الله السعيد لما انضم للأهلي، 227 لقاء، 67 هدف و54 اسيست. فترة كلها بطولات، 4 دوري، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي، 2 سوبر مصري، واحد كاس مصر، وواحد كونفدرالية، محطة مهمة جدا في تاريخ عبد الله السعيد. ثم الانتقال إلى نادي كوبيون الفنلندي، لعب معاهم 7 مباريات، عمل 2 اسيست. ثم الانتقال لنادي أهلي جدة السعودي، لعب 14 مباراة، جاب جونين وعمل 2 اسيست. ثم الانتقال لبيراميدز، لعب معاهم اكتر من 150 مباراة، اكتر من 43 هدف واكتر من 36 اسيست. كاس العالم 2018 مع منتخب مصر المونديالي عبد الله السعيد، 55 مباراة دولية، 6 اهداف و10 اسيست. مسيرة كبيرة ومسيرة عظيمة للعيب اسمه عبد الله السعيد، ابدع في الاسماعيلي، امتع في الاهلي، اقنع بشكل كبير جدا في نادي بيراميدز. بيعدي 38 سنة ولكن مازال عطاؤه موجود، مازال بيكتب التاريخ، مازال شغال بشكل هايل جدا، بيكتب اسمه بحروف من نور وسط عمالقة الدوري المصري. اللي بيحب الكورة وبيستمتع بيها أكيد هيستمتع بلعيب اسمه عبد الله السعيد، مهما اختلفت انتمائك ومهما اختلف انت بتشجع مين، يبقى عبد الله السعيد لعيب كبير ولعيب مهم جدا في تاريخ الدوري المصري.